النهارده يا شباب هنتكلم عن أجدد طريقة تدخل بيها فنلندا وبطريقة قانونية وما فيهاش أي مخاطرة. يعني لو أنت ما معكش حساب بنكي، ما معكش لغة، ولا حتى أي خبرة في أي عمل، تقدر تدخل بالطريقة ديت لقلب أوروبا عن طريق فنلندا. ومتاحة طبعا لجميع الأعمار ولجميع الجنسيات العربية، وكتير قدروا يدخلهم طبعا فنلندا بالطريقة ديت ويقدموا لجوء هناك ويستقروا في قلب البلد. وهي الطريقة الجديدة اللي أغلب الشباب بدأ يتبعها، وهي الطريق بين روسيا وفنلندا. تعالوا نعرف بقى التفاصيل وإزاي ندخل فنلندا عن طريق روسيا، وإزاي تأشيرة روسيا هتأهلك إن أنت تدخل البلد بدون أي مشاكل. بس الأول لو أنت أول مرة تشوفنا، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة هنتعرف على أجدد طريقة لدخول فنلندا وبطريقة قانونية. يعني انت تقدر تدخل فنلندا عن طريق معابر الحدود بين روسيا وفنلندا، وكتير من الشباب بدأ يدخل فعلا ويقدم طلبات اللجوء، خصوصا الجنسيات السورية والفلسطينية واليمنية والعراقية يا جماعة، وباقي الجنسيات العربية. بس عشان تقدر تدخل فنلندا عن طريق الحدود فانت محتاج ان انت تاخد تأشيرة روسيا اولا، وبعدين هنعرف ازاي تدخل فنلندا من هناك. تعالوا نعرف الأوراق المطلوبة لتأشيرة روسيا. روسيا بتسمح لك يا جماعة إنك تدخل أراضيها لمدة 30 يوم أو 90 يوم. يعني في كلتا الحالات تأشيرتين واحد، يعني لو سواء إن أنت تقدم على تأشيرة لمدة 30 يوم أو تأشيرة لمدة 90 يوم. تمن التأشيرة بتحدده القنصلية طبعا حسب كل جنسية. الرد بيجي لك بالظبط لا إما بعد 14 يوم أو 30 يوم بالظبط. يبقى التأشيرة بتاع روسيا هتسمح لك إن أنت تدخل بلد هناك لمدة 90 يوم. الرد بيجي لك بالظبط بعد أسبوعين أو 30 يوم. برضو تمن التأشيرة زي ما قلنا بتحدده القنصلية. وعشان تقدم على تأشيرة روسيا مش هتكلفك كتير، وتقدر تجهز الملف بتاعها بنفسك أو أي شركة تعمل لك الملف ده، خصوصا إن الطلبات بتاع التأشيرة سهلة جدا. تعالوا بقى نعرف إيه اللي طلب منك لما تيجي تقدم على تأشيرة روسيا. أولا كده هيحتاجوا منك جواز سفر ساري ويكون فيه على الأقل 6 شهور. تاني حاجة صورتين شخصيتين حديثة تكون بحجم الصورة في قلب جواز السفر بتاعك. برضه اما تروح القنصلية هتنزل نموذج الطلب الخاص بالتأشيرة، هتحمله وتملاه طبعا وتوقعه. بعد كده طلب منك خطاب دعوة. خطاب الدعوة ده يا جماعة سهل جدا، يعني الناس ما تقلقش من النقطة ديت، لأنك أنت تقدر تجيبه بنفسك عن طريق طبعا الموقع الموجود قدامك على الشاشة. وأنا هسيب لكم الرابط بتاع الموقع ده في قلب صندوق الوصف، أو أي شركة تعمل لك دعوة، لأن تكلفة خطاب الدعوة الخاص بروسيا مش مكلف. احيانا بيطلب منك تأمين صحي بالمدة اللي انت رايحها. يعني مثلا انت رايح تأشيرة لمدة 30 يوم لمدة 90 يوم، فانت طلب منك ان انت تعمل تأمين صحي بالمدة ده، وده تقدر تعمله من اي شركة تأمين في البلد اللي انت مقيم فيه. برضه هيطلب منك حجز فندقي. طبعا احنا عارفين ان افضل موقع واسهل موقع تعمل من عليه حجز فندقي وتقدر تعمل حجز بنفسك هو موقع بوكينج دوت كوم. برضه هيطلب منك تذاكر طيران ذهاب وعودة. يعني ايه؟ يعني انت رايح مثلا مدة اسبوع، مدة 10 ايام، مقدم الطلب في التأشيرة كده في قلب القنصلية، فانت هتعمل تذكرة طيران ذهاب وعودة، وتكون العودة مؤكدة عشان الناس تبقى واخدة بالها من النقطة ديت، لان هم شرطين اساسي ان انت تكون مؤكد العودة. بعد كده طلب منك حساب بنكي. كشف حساب بنكي ده يا جماعة ما يكونش قوي، بس اهم حاجة تثبت لهم ان انت معاك موارد مالية وتقدر تصرف على نفسك هناك خلال اقامتك في قلب البلد او المدة اللي انت رايحها. او لو انت ما معكش كشف حساب بنكي ممكن تجيب طبعا بيانات الراتب بتاعك وتكون مصدقه من وزارة الخارجية من بلدك. ودي طبعا اغلب الاوراق اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم طبعا على تأشيرة روسيا. بتقدم على التأشيرة لمدتها 90 يوم وتجيلك الرد زي ما قلنا بعد 30 يوم بالكتير. هنا بقى السؤال المهم اللي انا طبعا الناس هتبدأ تسأله هنا: انت اخدت تأشيرة روسيا ازاي هتدخل بيها فنلندا؟ خصوصا ان الامور دلوقتي مش مظبوطة، واحنا عارفين حالة القلق الموجودة بين روسيا والدول الأوروبية. تعالوا بقى يا جماعة أقول لكم الطريقة اللي هتساعدك فعلا اللي أنت تقدر تدخل بيها فنلندا. وكتير من الشباب دخلوا وكتير لسه بيخش برضه بالطريقة ديت، وهي يا جماعة الحدود أو معابر الحدود الموجودة ما بين روسيا وما بين فنلندا. المعابر ديت بتيجي طبعا بتفتح في وقت معين، وبتسمح لأي حد حابب يدخل فنلندا عن طريق روسيا يقدر طبعا يدخل هناك في قلب البلد، أو يقدم
اللجوء على الحدود. يعني مثلا لو انت من سوريا، لو انت من اليمن، من العراق، تقدر تقدم طلب اللجوء وبيجي لك الرد بعد 24 ساعة بالظبط. ولو تم قبولك بيسمحوا لك بدخول البلد هناك وبطريقة قانونية، دي ما فيهاش أي مخاطرة ولا فيها طبعا أي شيء تاني. أما لو أنت مثلا ممكن جنسية تانية مصرية والكلام دوت، المصريين في الأغلب أو الجنسيات الجزائرية أو الجنسيات المغربية البلد بتاعهم آمنة، فأنت مضطر إن أنت مجرد إن أنت تقدر تدخل طبعا البلد هناك، بتروح أقرب اسم شرطة وبتقدم طبعا طلب اللجوء بتاعك، وإن شاء الله بيكون برضه بيتقبل. ودي الطريقة سهلة ليك إن أنت تقدر تخش أوروبا عن طريق روسيا بدون مخاطرة، بدون طبعا عملية تهريب، والتكلفة ما تكونش عالية. يعني كل اللي عليك هطلب منك تأشيرة روسيا، تروح روسيا، بتروح مدينة بطرسبرج، بتعدي من مدينة بطرسبرج بتروح على أقرب حدود تكون مفتوحة وبتبقى معروفة في الفترة دي. ودي طبعا هنلاقي ناس كتير هنقول بيتكلموا عليها، وفي تجارب كتير لو انت حابب تتأكد من النقطة ديت هتلاقيها موجودة طبعا على النت. يعني شباب كتير قدروا خلال الفترة اللي فاتت من مدة شهر كده بالظبط ان هم فعلا يعدوا هناك. في ناس مصر ممكن تعرض عليك برضو خدماتها هنا من البلد بتاعتك مقابل 2000 ل 2500 دولار اعتقد، بيعمل لك طبعا تأشيرة روسيا، وبيكون متعهد ان هو يساعدك ان انت تقدر تدخل فنلندا. يعني هو بيخلص لك تأشيرة روسيا ويسفرك روسيا، بعد كده هو مسؤول عنك هناك في قلب روسيا. يعني بياخدك من مدينة بطرسبورغ وبيعديك من أي معبر حدود يكون فاتح في الفترة ديت. بعد كده بيديك إن أنت مثلا بيسمح لك إن أنت مثلا تقدم اللجوء على الحدود. لو أنت اتقبل طبعا طلب اللجوء بتاعك بعد 24 ساعة بيسمحوا لك بدخول البلد. أما لو أنت ما اتقبلش فبعض الناس بتضطر إنها طبعا بتخالف وبتدخل عن طريق الحدود لقلب فنلندا وتقدم طلب اللجوء من الداخل. يعني بقى هو خلاص داخل فنلندا أو داخل خلاص فنلندا، فبيروح أقرب اسم شرطة وبيقدم اللجوء هناك، وفي أغلب الأحيان بيتقبل. بعد كده بيسمحوا له بالإقامة وبالعمل، أو حب إن هو يتنقل ما بين أي دولة أوروبية تانية. زي ما احنا عارفين فنلندا أصلا دولة من دول الشنجن، فسهل بعد كده إن أنت تتنقل طالما خدت طبعا لجوء هناك في قلب البلد. عشان كده حبيت أتكلم عن الطريق ده سهل، الطريق ده آمن، مش مكلف. بس هي طبعا بتبقى حسب توفيق، في بعض الجنسيات بتقبل لها اللجوء وفي بعض الجنسيات بتبقى الأمور صعبة شوية. الطريق ده لسه فاتح من شهرين بالظبط، أغلب الناس بدأت تدخل من خلاله. عشان كده حبيت أتكلم عنه النهاردة، وعشان كده حبيت أتكلم عن تأشيرة روسيا بالذات. طبعا بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.